معايا مين تاني؟ الو. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ زماره. اهلا بيك، اتفضل. معك محمد عبد العزيز. اهلا بيك يا استاذ محمد، انت على الهوا، اتفضل. انا معايا مشكله كده، كنت عايز حضرتك سامعاك يا فندم، تحلها. اتفضل قول لي، انا سامعاك. انا متجوز من 2013 مهم. وقعدت احلى 5 سنين مع مراتي، ما اقولكيش يعني. جميل. قاعد في شقه ايجار واتنقلت. جيت اخر سنه في ال5 سنين دولت عثرت في دفع الايجار، فسبت الشقه ورحت شقه تانية يعني. جميل. خليك اسرع يا محمد عشان الوقت. دخلت في سكه المخدرات، لا حول ولا قوه الا بالله. فكنت اللي بشتغل بيه بصرفه على نفسي. فجأة كده يعني ايه اللي دخلك في السكة دي؟ انت كنت كويس وبتحب مراتك والحياة حلوة، ايه اللي وداك السكة دي؟ واحد صاحب بقى منه لله. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم حكيت لمراتي وقلت لها الوضع 1 2 3، انا باخد مخدرات وبتاع وعايزك تقف في جنبي والكلام من ده. هي فعلا وقفت جنبي، نزلت اشتغلت، بقت هي تصرف على البيت وتعالجني في البيت. خفيت ونزلت الشغل، انا برضك رجعت تاني بتاع 4 مرات على كده. وهي مستحملاك؟ وهي مستحمله. حصل بقى مشاكل في الشقه، بقت هي تدفع الايجار، هي تدفع مصاريف الاولاد، هي تدفع كل حاجه. بقى كل حاجه كانت هي اللي سنداني. يعني انت قاعد في البيت وهي اللي قايمه بدورك؟ شغال، بس انا الشغل بقى على نفسي، انا بجيب بيه مخدرات كمان. هي ما كانتش يعني انا ما كنتش بدفع جنيه في البيت. وانا حاليا دلوقتي هي بقى لها سنه ونص احنا منفصلين وطالبه الطلاق، وانا الحمد لله دلوقتي بقى اكتر من سنه وما باخدش الحاجه ديت. والحمد لله شغال وكويس وباني شقه كده، بس مستنى صبها ان شاء الله، عامل جمعيات ان شاء الله كده ويا مسهل يعني. حلو. انت بقى عايز ترجعها؟ بتمنى من ربنا، هي اللي بتسندني، هي كل حياتي. هي دلوقتي انت عندك منها اولاد قد ايه يا محمد؟ عندي منها ولدين، وعد واياد. وعد واياد. هي دلوقتي رافضه رفض تام انها ترجع لك. تمام يا فندم. طب انت مش شايف يا محمد ان هي يعني جت على نفسها كتير قوي؟ انت بتقول بدل المره 2 و3 و4، يعني مش شايف ان هي جابت اخرها؟ عارف اللي هي جابت اخرها. طيب يعني انت دلوقتي بتحاول ترجع لها، انت ضامن انك مش هترجع للمخدرات؟ لا، انا اللي اتعلمت الدرس فعلا. طب ما انت اخدت درس جامد المره دي، اخدت درس جامد. طب خليك معايا يا محمد، ما تقفلش، معايا حد مهم بالنسبه لك، خليك معايا. الو. ايوه. الو، اهلا وسهلا. حمات محمد معايا صح؟ أيوة. حمات محمد المتصل اللي معانا. الو. 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 سامعاك يا فندم، حضرتك سامعاني؟ ايوه استاذه مروه، انا سامعاك. انت حمات محمد اللي بيكلمني دلوقتي؟ ايوه. قولي لي يا فندم، دلوقتي هو عايز يرجع لبنتك. ايوه. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ والله احنا نفسنا نرجع عشان خاطر الاولاد. يعني انت مشجعه ده وما عندكيش اعتراض؟ لا انا ما عنديش اعتراض، ولا انا ولا اخواتها ولا الدنيا بحالها، هو الاعتراض منها هي استحملت كتير. ايوه صح. باعترافه بيقول لي مره واثنين وثلاثه واربعه. صح. طب انتوا مش خايفين عليها يعني، ولا انتوا واثقين ان هو بطل خلاص؟ ايوه يا فندم. انتوا مش خايفين عليها ولا انتوا واثقين ان هو بطل، محمد بطل المخدرات؟ انا مش واثقه طبعا، انا ما اعرفش. انا مش واثقه. هو قال ان انا بطلت، بس انا يعني انا اسفه في الكلمه اللي هقولها، انا مش ماشيه وراه ولا قاعده معاه، انا مش واثقه. طب وده ما بيخوفكيش على بنتك يا فندم؟ لا بيخوفني طبعا على بنتي وعلى احفادي، هقول ما بخافش؟ لا بخاف. بتقعدوا معاها بقى بتقول لكم ايه لما بتحاولوا تقولوا لها ارجعي، ده هو عايزك وهو بيعمل المستحيل عشان ترجعي؟ لا هي مش معترضه على الموضوع ده خالص. وبنتعصب، وممكن يعني البيت يتقلب عندنا زعل وعكنانه، والخوات كلها تزعل من بعض، لمجرد ما تيجي سيره محمد والرجوع ليه. ايوه هي بتقول لي خلاص انا مش طايقاه، انا اسفه، انا يعني مش طايقاه خالص، يعني من جميع النواحي. طب ايه اللي غيرها وحولها كده؟
يعني انت مامتها وادرى الناس بيها، ليه استحملت مره واثنين وثلاثه واربعه؟ ايه اللي خلاها المره دي مقرره قرار ان مش هرجع تاني؟ هي مع نفسها كده قالت انا اتحملت ياما وانا ضحيت كتير وانا استحملت، انا في حاجات انا ما اقدرش اقول لكم عليها حصلت ما بيني وما بينه، قرفتني من نفسي اصلا. يعني بس هي ما جابت قلتليش عليها اخرها. والله، هي بس قالت لي الكلمه دي بس. لكن حضرتك رايك ان انت عايزاها ترجع؟ انا نفسي ترجع عشان خاطر عيالها، العيال بصراحه بيحبوا باباهم قوي عشان ما ابقاش كدابه. طب هي العيال موجوده يا بيحبوا. فندم؟ موجوده نقدر نكلمها؟ نعم نقدر نكلمها؟ والله انا كلمتها مع الاستاذه اللي اتصلت بيا وهي رفضت. هي رافضه تمام. هقول لها. طب انت علاقتك كنت علاقتك عامله ايه بمحمد؟ احنا على الهوا يا فندم، سامعاني؟ ايوه حضرتك سامعاك. بقول لك انت كانت علاقتك عامله ايه بمحمد لما عرفتي انه دخل في طريق المخدرات؟ والله محمد ابني الكبير برضك وانا بحبه. وهو بصي في مزاج ياما كويسه ومحترمه، مش اسلوبه مش وحش بالامانه برضك، مش والله مش عشان بتكلم على هوا، ده شهاده حق بقولها. هو طيب برضك واسلوبه مش وحش، ومفيش مد ايد، مفيش اهانات، مفيش زي لكن اكيد لما كان بيشرب المخدرات والاب والاهانات بس اكيد في وقت لا. المخدرات اخلاقه اختلفت اكيد. لا هو حتى فيها احنا فوجئنا بالحاجات دي. بص يعني هو يمكن باباها الله يرحمه اللي كان ما يعرفش، انا اللي كنت عارفه. وعلى كده انا وهي في البيت. وقعد في البيت كام شهر كده، يعني قعد في البيت وقافله عليه البيت وكانت تروح ما هو حكى وقال ان هي حاولت كتير معاه. هو محمد معايا؟ أيوة وباباها ما يعرفش وكانت الاولاد تبقى معايا. محمد انت سامعنا؟ وانا ابن اختي معالج للمخدرات دوت، كنا نتصلوا بيه يقول لنا على اسامي برشام وحاجات نجيبوها له تساعده تديله قوه شويه. انا عارفه يا فندم ان انتوا عملتوا كل اللي في وسعكم، وانا بشكرك شكرا جزيلا وسلامنا لبنتك. ويا محمد انت معايا؟ معاك يا فندم. يعني كنا عايزين نساعدك، لكن للاسف مراتك واخده موقف او طليقتك واخده موقف، وممكن توجه لها رساله اخيره. هي طبعا سامعانا دلوقتي، فاقول لها اخر حاجه ممكن تقولها لها وتوعدها بيها قدام الملايين كلها والناس اللي بتشوفنا. يا محمد انا ما اعرفش حد غيرها اصلا. انا يعني اول ما طلعت على الدنيا ما طلعتش غيرها. هي ابويا، هي امي، هي اخواتي، هي كل حاجه بالنسبه لي. بس انت ما صنتهاش يا محمد، ما انت اللي ما صنتهاش. انا ما صنتهاش وانا جيت عليها كتير. يعني انا قصرت معاها كتير، بس انا المره دي بجد يعني بجد انا خدت الدرس، اول مره اخد درس بالطريقه ديت. يعني انت واثق انك مش ترجع للمخدرات تاني؟ انا خلاص، انا كفايه الدرس اللي انا خدته. عموما ربنا يصلح الحال. وهي سمعانه ومامتها يعني نيتها خير وعايزه الموضوع يحصل فيه صلح، واشادت انك اخلاقك كانت كويسه، لكن المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيأثر على شاب انه يدخل في الطريق ده. طريق اللي يروح ما يرجعش، طريق نهايته الموت، طريق ما فيهوش غير خساره، بتخسر كل الناس، اهمهم بتخسر نفسك. اول حد بتخسره هو نفسك قبل ما بتخسر كل الناس. ربنا يصلح الحال ان شاء الله ويشفيك ويعافيك، وده الهدف الاسمى والاهم، ان ربنا ياخد بايدك ويشفيك ويعافيك.